كرة القدم مش مجرد لعبة أقدام، دي عالم كامل من التفكير والإحساس والتوقيت وفهم المساحة. كل لاعب على الملعب مش بس موجود عشان يشوط الكورة، هو بيقرأ المباراة، كل لحظة، كل ثانية، كل دقيقة، يتوقع حركات الخصم، يفرض شخصيته في كل لمسة، كل همسة. لو بصينا على مارسيلو هنعرف إنه مش مجرد ظهير أيسر، ده لاعب بيجمع بين الهجوم والدفاع بنفس الكفاءة. حضوره البدني ومهارته الفردية وذكائه التكتيكي بيخليه قادر يغير مجرى الماتش بلمسة واحدة. أما جوردي ألبا هو ظهير ايسر مذهل، سرعه خارقه، الفيراري، قدره على الانطلاق وتمركز ممتاز، لكنه احيانا بيعتمد على المساحات المفتوحه اكتر من الفهم التكتيكي العميق، وده بيخلي مارسيلو ليه اليد العليا في اللحظات الحاسمه. النهارده هنعمل مقارنه على 16 معيار، مش بس نشوف مين اسرع او مين عنده افضل تسديد، لكن هنحلل مين اكثر تاثيرا على المباراه، مين يضغط على الخصم ومين يخلق اللحظات الحاسمه. المعيار الاول التمركز على الجهه اليسرى، مارسيلو عنده قدره مذهله على التمركز، مش بس وقت ما الكوره تكون معاه، حتى لو الكوره بعيده عنه. في مباريات كتيره مع ريال مدريد تحركات مارسيلو فتحت مساحات للنادي كله، خطوه واحده للجنب او تقدم قليل لقدام يخلق فرق كبير. جوردي ألبا سريع جدا لكنه بيعتمد على الانطلاق في المساحات الطويله وبيترك مساحات وراه لو حاول يغطي مساحات كبيره، فالنقطه دي لمارسيلو. المعيار الثاني قراءه دفاع الخصم، مارسيلو عارف امتى يضغط وامتى يسيب مكانه وازاي يخلق فرص هجوميه بالكامل. جوردي ألبا سريع وذكي لكنه بيعتمد في وقت كبير على الفريق عشان ينهي الهجمه، النقطه دي تروح لمارسيلو. المعيار الثالث القدره على التسديد والمسانده الهجوميه، مارسيلو بيشارك في الهجوم وبيسدد من بعيد وبيرسل عرضيات قاتله، لكن جوردي ألبا بيعتمد اكتر على الانطلاق على الطرف والتمرير من على الاطراف، فهو هنا اقل حسم من مارسيلو، فالنقطه دي هتروح لمارسيلو. المعيار الرابع القوه البدنيه والتحمل، مارسيلو بيتحرك بكفاءه بدنيه عاليه، بيستمر بالضغط لحد الدقائق الاخيره. جوردي ألبا حجمه اصغر وساعات الضغط البدني بيخليه اقل ثبات زي ما حصل في الانفيلد، النقطه دي لمارسيلو. المعيار الخامس الذكاء التكتيكي في الهجمات، مارسيلو عارف امتى يطلع لقدام وامتى يخلق فرصه هجوميه لنفسه. جوردي ألبا احيانا بيعتمد على سرعه زمايله عشان ينهي الهجمه، فالنقطه دي لمارسيلو. المعيار السادس الضغط على دفاع المنافس، مارسيلو بيخلق ضغط ذهني وبدني على الخصم، تحركاته المستمره بتجبر المدافعين يحسبوا كل خطوه، كل حركه قدامه، اي خطا صغير هيتحول لهجمه خطيره. جوردي ألبا بيضغط بسرعه بس بيسيب فراغ في ظهره، فالنقطه دي هتروح لمارسيلو. المعيار السادس صناعه اللعب والتمريرات الحاسمه، مارسيلو دقه التمرير عنده عاليه جدا وبيعرف امتى يباصي وامتى يفتح المساحه. جوردي ألبا ممتاز في الرؤيه لكنه بيعتمد على الانطلاقات على الاطراف، النقطه دي لمارسيلو. المعيار الثامن المهارات الفرديه والمراوغه، مارسيلو عنده مراوغه مذهله وتحكم رائع في الكوره تحت الضغط. جوردي ألبا سريع جدا لكنه اقل براعه في المراوغه الفرديه تحت الضغط المكثف، النقطه دي هتروح لمارسيلو. المعيار التاسع الدفاع والارتداد الخلفي، الاثنين اقوياء جدا هجوميا بس عندهم مشاكل في الدفاع لان لما بيطلعوا الهجوم بيسيبوا مساحات في ظهرهم، عشان كده في النقطه دي هتروح للتعادل. الاثنين كويسين دفاعيا بس عندهم غلطات. المعيار العاشر الثبات النفسي في المباريات، اعتقد المعيار ده محسوم، مارسيلو لاعب اللحظه الحاسمه حتى لو الضغط عالي دايما موجود. جوردي ألبا لاعب هادي لكن احيانا بينهار تحت الضغط، واكبر مثال ماتش الانفيلد، فالنقطه دي تروح لمارسيلو. المعيار ال11 اللعب الجماعي، مارسيلو جزء اساسي من منظومه ريال مدريد، بيفهم زمايله وبيعرف امتى يتدخل وامتى لا. جوردي ألبا بنفس الكفاءه في اللعب الجماعي، لاعب جماعي بيعتمد اكتر على زمايله، عشان كده النقطه دي هتروح التعادل. المعيار ال12 اللعب بدون كوره، مارسيلو تحركه عالي جدا، جوردي ألبا نفس الكلام، اكبر مثال تمريرات ميسي اللي كان بيلعبها من غير ما يبص لانه عارف ان جوردي ألبا هيكون موجود في المساحه دي، فاللعب بدون كوره هنا النقطه هديها لجوردي ألبا لانه فاهم زمايله اكتر. المعيار ال13 التسديد من اي موقع، مارسيلو برازيلي يعني هيعرف امتى يشوط وامتى لا، هيعرف يشوط بشماله وبيمينه، فمارسيلو في النقطه دي قوي جدا. جوردي ألبا ممكن في التسديد اللي من مسافات ابعد يكون افضل خصوصا لو جاي منطلق من الخلف، فالنقطه دي صعب بس انا ممكن اديها لجوردي ألبا. المعيار ال14 القدره على اللعب تحت الضغط البدني، جوردي ألبا قوي جدا بدنيا، بيتحمل صدمات وبيقدر يحافظ على الكوره، مارسيلو اقل بدنيا ساعات كتيره بيتاثر بالضغط البدني لكنه بيعوض ده بمهارته، فالنقطه دي هتروح لجوردي ألبا. المعيار ال15 الحسم في اللحظات الحاسمه، مارسيلو لاعب اللحظات الكوره، بيعرف امتى يخلص وامتى يظهر، جوردي ألبا قادر على الحسم لكنه بيعتمد اكتر على اللعيبه اللي معاه، فالنقطه دي هتروح لمارسيلو. المعيار ال16 قدره كل لاعب فيهم على تغيير مجرى المباراه، يعني المهاره الفرديه والحل الفردي، مارسيلو برازيلي يعني هم ملوك اللعب الفردي، فمارسيلو قادر يعدي من اي مساحه ضيقه، قادر يغير بلمسه واحده مجرى الماتش. جوردي ألبا اقل مهاريا زي ما قلت، طبيعه
بطبيعه الحال مارسيلو هيكون اقوى في الحته الفرديه وحته الحسم، يعني لو الدفاع واقف متكتل ملهاش غير مارسيلو، فالنقطه دي هتروح لمارسيلو، ودي النتيجه النهائيه، مارسيلو يكسب. مارسيلو مش بس ظهير ايسر، هو قائد للحظات الحاسمه، صانع فرص، لاعب ذكاء تكتيكي وفنه عالي، قادر على اللعب تحت الضغط والهجوم والدفاع بنفس القوه، والريال مدريد لحد وقتنا الحالي ما قدرش يعوضه. جوردي ألبا لاعب مذهل وسريع، لكن مارسيلو بيفرق في اللحظات الحاسمه. لو وصلت لحد هنا لايك وسبسكرايب، وشكرا على المشاهده، وقول لي عايز تشوف مقارنه ايه الفيديوهات الجايه. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.